مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. برلماني يكشف فضيحة التلاعبات فيما يخص المحروقات. لكن قبل الدخول في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد عن أخبار المغرب. والآن إلى التفاصيل. وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهامات لشركات المحروقات بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط. وفي سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، كشف أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا أو أقل من 70% من الثمن الدولي. وأضاف السؤال الكتابي أن هذه الشركات المستوردة تتعمد تغيير وثائق وشواهد مصدره كأنه آتي من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني وتحقق بذلك أرباح مهولة. وكل ذلك يحدث بتواطؤ مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسطي، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.